لو عايز تكسب الناس بطل تنتقدهم. كل واحد فينا عنده غلطات أو تصرفات عملها وكان ممكن يتصرف أحسن من كده. بس تعال اسأل نفسك، هل النقد الزعيق أو اللوم فعلا بيخلي الإنسان يتغير، ولا العكس بيخليه يدافع عن نفسه أكتر ويعاند معاك أكتر؟ الكاتب بدأ بالحقيقة دي. النقد عمره ما غير بني آدم. النقد بيخلي الناس تتمسك بغلطهم أكتر. لو عايز تكسب الناس، لو عايز تأثيرك يوصل ويدوم، بطل تنتقد. الناس مش بتتغير لما تحرجها، الناس بتتغير لما بتحس إنك فاهمها. تخيل ابنك أخوك أو حتى زميلك في الشغل غلط في حاجة، لو قلت له أنت إزاي تعمل كده، ده غلط، هيتقفل منك وممكن يعاند معاك أكتر. لكن لو قلت له أنا عارف إنك كنت بتحاول تعمل الصح، بس ممكن نجرب كذا المرة الجاية، كده أنت فتحت باب للحوار مش للخناق. الناس بطبعها مش بتحب تحس إنها غلطانة. حتى المجرمين الكبار بيبرروا نفسهم اللي عملوه. كل واحد فينا شايف من جواه إن عنده سبب أو دافع. فلما تنتقد، انت بتقفل الباب اللي ممكن يدخل منه التغيير. الكتاب حكى عن واحد كان أكبر زعيم عصابة في أمريكا وقتها. الراجل ده تسبب في جرايم وقتل وظلم، بس في الآخر كان شايف نفسه بطل. كان شايف نفسه بيدافع عن الناس وبيساعدهم. يعني حتى أسوأ الناس في الدنيا مش بيشوفوا نفسهم غلطانين. جرب كده بدل ما تنتقد، تفهم الموقف الأول. ممكن تسأل نفسك ايه اللي خلاه يتصرف كده، وبعدين اتكلم من غير حكم. قول أنا شايف إن اللي حصل كان ممكن يتعامل بشكل مختلف. اديله فرصة إنه يعدل ده، ساعده يشوف حل. الناس ممكن تنسى انت قلت ايه، ممكن تنسى انت عملت ايه، لكن عمرهم ما بينسوا الإحساس اللي خلتهم يحسوا بيه. لو حسستهم إنك معاهم مش ضدهم، هيسمعوك، ولو سمعوك ممكن يتغيروا. الناس بتتغير لما تحس بالأمان مش بالخوف. في الشابتر التاني الكاتب بينصح إنك تخلي الناس يحسوا إنهم مهمين. لو قلتلك إن في حاجة واحدة تقريبا كل بني آدم بيتمناها تلقائيا ومغروسة جواه بالفطرة وعاوزها أكتر من الفلوس، أكتر من النجاح، أوقات حتى أكتر من الحب نفسه، هتصدقني؟ الحاجة دي هي إنه يحس إنه مهم، إن حد شايفه وسمعه ومقدره. إحنا كلنا بندور على الإحساس ده من غير ما ناخد بالنا. الناس عايزة تحس إنك واخد بالك منهم، عايزين يحسوا إن ليهم قيمة كبيرة، إن وجودهم ليه معنى. والناس اللي بتعرف تخلي اللي حواليها يحسوا بأهميتهم هي دي الناس اللي بنحب نكون معاهم ونصدقهم من غير ما نحس. فاكر آخر مرة حد قالك فيها أنا فعلا مقدر اللي عملته، أو أنا واخد بالي قد إيه أنت تعبت في الحاجة دي، شكرا جدا؟ كان شعور حلو صح؟ كأنك موجود ومهم فعلا بالنسبة له. طب تخيل بقى إنك تبقى أنت الشخص ده اللي بياخد باله، اللي بيدي الطاقة الإيجابية. دي مش مجرد طيبة، دي قوة. أكبر رغبة في النفس البشرية هي إن الواحد يحس إنه مهم. الناس بتدخل حروب علشان الإحساس ده، بتسعى ورا شغل ومناصب علشانه. لو قدرت تدي الإحساس ده بالصدق من غير ما تكون بتعمل كده عشان تاخد حاجة في المقابل، انت كسبت قلب الشخص ده تلقائيا. بس خلي بالك في فخ هنا. ناس كتير بتصطاد بالكلام الحلو علشان مصلحة، يمدحوا علشان مقابل، ومش ده اللي بنتكلم عنه هنا. ما تقولش لحد انت شاطر غير لو بجد شايف كده. ما تقولش لحد برافو عليك لو ما خدتش بالك اصلا من اللي عمله. الناس بتحس الفرق، ولما بيحسوا بده يا اما انت بتبني الثقة يا اما بتهدها. عايز تبني علاقة قوية؟ جرب كده لما تكلم حد دور على حاجة حقيقية عجبتك فيه وقولها له ببساطة وبصدق. زي مثلا انت قاومت التعب والإحباط في فترة صعبة قوي بالنسبة لك وفضلت مكمل، انت شخصيتك قوية فعلا. أو تقول لحد عندك طريقة شرح بتخلي أي حاجة تبان سهلة، انت فعلا ذكي. فكر في الكلام ده كويس. الناس هتنسى انت قلت ايه، وهتنسى انت عملت ايه، بس مش هينسوا أبدا انت خليتهم يحسوا بإيه. خليهم يحسوا إنهم مهمين، يحسوا بالطاقة الإيجابية اللي فيهم، وساعتها مش هتحتاج تطلب الاهتمام، هو اللي هيجيلك تلقائيا. وده السر
وبقى عندك دلوقتي هنتكلم عن الشابتر التالت. ادي الناس اللي هم عايزينه، مش اللي انت عايزه. في ناس كتير بتحاول تقنع اللي حواليها بحاجة لمجرد انهم شايفين ان فكرتهم صح، بس الحقيقة الناس مش بتتحرك عشان انت شايف ان فكرتك مهمة. الناس بتتحرك لما يحسوا انهم هيستفادوا من اللي انت بتقوله. فلو عايز تقدم حاجة لحد او تنصحه او حتى تخليه يعمل اللي انت مقتنع بيه، فكر في الناس الاول. قبل ما تفكر في نفسك فكر هو الشخص ده ايه اللي بيحركه، ايه هي احتياجاته. كل بني ادم عنده دوافع بتحركه، بس في حاجة دايما مشتركة. كل واحد بيدور على ايه اللي هيستفاد بيه. لو عايز تقنع طفل يذاكر ما تقولوش عشان تفرحنا بالدرجات بتاعتك. قوله مثلا لما تذاكر هتبقى بتفهم أسرع ودماغك بتفكر بسرعة وهتغلب أصحابك في اللعبة. اربط اللي انت عايزه باللي هو عايزه. تخيل مثلا انك بتقدم كورس تعليمي عن لغة معينة. هتعبر في كلامك عن ايه وجه الاستفادة من الكورس ده بالنسبة للناس، يعني هيساعدهم ازاي. هتقول مثلا ان اغلب الناس اللي بدأوا الكورس ده بقوا قادرين يتكلموا بطلاقة في اللغة خلال 3 شهور، لانه مش مجرد قواعد، ده تدريب عملي في كلامك مع الناس واستخدامك للكلمات في المواقف المختلفة. لما تركز على اللي هم هيستفادوا بيه، هم كمان هيركزوا معاك. السر الأعظم في التعامل مع الناس هو إنك تفهم هم عايزين إيه وتساعدهم يوصلوا له. الناس بتشتري، بتشتغل، بتحب وبتحارب علشان اللي هم نفسهم عايزينه. انت بقى لو عرفت تساعدهم في ده، انت كده كسبتهم تلقائيا. بس خلي بالك، ما تبقاش شخص بيتكلم أكتر ما بيسمع. ما تبقاش شخص بيتكلم عن نفسه بس ومش بيسمع اللي حواليه. دايما بيقول أنا عايز، أنا شايف، أنا متضايق. طول الوقت بيتكلم عن نفسه، مش مدي مساحة للشخص اللي قدامه إنه يعبر عن نفسه. وده بيخلي الناس تحس بالوحدة معاك. الناس مش ضدك، بس هما مش طول الوقت شايفين نفسهم في كلامك. وطبعا بيحتاجوا إنهم يعبروا عن نفسهم مش بس يسمعوك. لو وجودك ملمسش احتياجهم بإحساس الانتماء، مش هيسمعوك. جرب كده قبل ما تطلب حاجة من حد، اسأل نفسك هو الشخص ده عايز ايه، وازاي اللي انا بطلبه ممكن يساعده. مثلا بدل ما تقول لزميلك ساعدني اخلص الشغل، قوله لو اشتغلنا سوا هنخلص بدري وناخد بريك نرتاح شوية. كلمة واحدة ممكن تغير شكل الموقف كله. اصل مفيش حد في الدنيا بيحب اللي يتحكم فيه، بس كل واحد فينا بيحب اللي يفهمه. لما تفكر من منطلق ازاي اساعده ياخد اللي هو عايزه، هتتفاجئ قد ايه الناس هتبدأ تسمعك وتحترمك وتقف في صفك. وده سر تاني عشان تبني علاقات قوية.